في أكتوبر 2025 السودان وقفت قدام المراية ومش عارفة نفسها. بلد كانت يوم من الأيام عنوان للحضارة بقت النهاردة عنوان للحرب والجوع والدم، ومدينة الفاشر اللي كانت رمز للصمود بقت رمز الخراب، والعالم بيتفرج وساكت كأنه اتعود على الدم. تعالوا نعرف سوا ايه اللي بيحصل في السودان ومين المستفيد. أنا أحمد فاروق ودي معلومة تحيرك، ويلا بينا نبدأ الرحلة. الحكاية ما بدأتش النهاردة، الحكاية بدأت من يوم الشعب السوداني ما قرر يقول كفاية. في 2019 سقط عمر البشير وبدأ الحلم. الناس كانت فاكرة ان الثورة هتفتح باب جديد، باب للحرية والكرامة والدولة يعيش فيها الكل، لكن اللي حصل كان العكس تماما. السلطة اتقسمت، من ناحية الجيش بقيادة البرهان، ومن ناحية تانية قوات الدعم السريع بقيادة حمدتي. اتنين من الظاهر بيحموا البلد، لكن في الحقيقة كل واحد كان عايز يمسكها بإيده هو. الخلاف بدأ بسيط، بس قبل ما نحكم على اللي بيحصل لازم نسأل سؤال بسيط: مين هو حمدتي أصلا؟ وإزاي راعي جمال بسيط بقى النهاردة واحد من أقوى الرجال في السودان؟ القصة بدأت في الثمانينات وقت الجفاف اللي ضربت شاد. هرب حمدان دوكلو اللي اتعرف بعد كده باسم حمدتي هو وعيلته لدرفا. ما كانش قائد ولا سياسي، كان مجرد شاب بيدور على لقمة عيش، ومع الوقت دخل تجارة الإبل وبقى معروف بين القبائل. لكن لما الحرب اشتعلت في دارفور سنة 2003 الفرصة جات له. النظام وقتها اللي هو نظام عمر البشير كان محتاج قوة على الأرض تجمع التمرد، وهنا ظهر حمدتي. جمع حواليه شباب قبيلته وسلحهم وبدأوا يتحركوا تحت اسمه الجنجيود. قوة قبلية لكن بوحشية ما شافتهاش السودان قبل كده. العمليات اللي عملوها كانت دموية، فيها كرة اتحرقت وآلاف اتقتلوا، واتهمت الأمم المتحدة الجنجيود بارتكاب جرائم حرب، لكن بدل ما يتحاسبوا النظام كافئهم. البشير نفسه عمل منهم كيان رسمي جديد، سواهم قوات الدعم السريع، قوة شبه مستقلة ليها تمويلها وسلطتها وسلاحها، بقت دولة جوه دولة. ومع الوقت بدأ حمدتي يجمع ثروة ضخمة وسيطر على مناجم الذهب في دارفور، ودخل في شبكات تجارة وسلاح، وبقى عنده نفوذ سياسي واقتصادي وبيتحرك براحته في العواصم. يعني لما قامت الثورة سنة 2019 ما كانش مجرد قائد ميداني، كان امبراطورية ماشية على رجلين. وفي الوقت دوت الجيش طلب دمج قوات الدعم السريع خلال 2 سنين، وحمدتي قال لأ نأجلها 10 سنين. الخلاف ده ما كانش مجرد قرار إداري، ده كان شرارة حرب. وفي 2023 النار اشتعلت. من يومها السودان دخلت نفق مظلم. مدن كانت عامرة بالحياة زي الخرطوم وأم درمان بقت أطلال، والناس بتهرب من الموت زي ما الطير بيهرب من النار. دارفور تحديدا كانت المشهد الأوضح. الإقليم اللي عانى سنين طويلة من التهميش رجع تاني يبقى عنوان للمأساة. والمدينة اللي اسمها الفاشر كانت آخر حصن حقيقي للجيش هناك، لكن لما سقطت انقلبت الموازين. وللأسف اللي حصل جوه المدينة صعب يتوصف. بيوت اتحرقت وناس اتعدمت في الشوارع، مستشفيات بقت مقابر، والمنظمات الدولية قالت اللي بيحصل ده جريمة ضد الإنسانية. الاغتصاب بقى سلاح حرب، والخوف هو اللغة الوحيدة اللي الكل بيفهمها. لكن السؤال اللي محير الكل: ازاي حمدتي بعد كل اللي حصل لسه يقدر يصمد ويمول حرب بالحجم ده؟ وللأسف الإجابة مؤلمة. التمويل مش من جوه السودان لكن من بره، من دولة شايفة ان حمدتي ورقة ضغط تضمن لها نفوذها. تقارير دولية قالت ان الإمارات بتوفر له فلوس وسلاح واحيانا المرتزقة، وان دهب السودان بيتهرب عبر شبكات بتوصل هناك. دهب بيتغسل وسلاح بيتشرى وحرب بالطول. الفاشر النهاردة بقت جحيم. اكتر من 26,000 شخص سابوا بيتهم في ايام. الكهرباء مقطوعة والمية شحيحة. الوضع هناك ما بقاش مجرد حرب، ده عملية ابادة ببطء. صراع بيكسر الدولة من جوه، وكل ما جزء بيقع بيفتح باب للتقسيم من جديد. دارفور دلوقتي شبه خرجت من ايد الدولة، وده معناه ان السودان فعليا بقت دولتين: شرق بيسيطر عليه الجيش وغرب تحت ايد الدعم السريع. وده اخطر سيناريو ممكن تتخيله. دارفور مش بس اقليم، دي منطقة فيها ذهب ومعادن ونفط، وحدود مفتوحة على ليبيا وتشاد وافريقيا الوسطى. يعني ببساطة كنز في ايد ميليشيا، وميليشيا معاها مليارات. والوضع ده لو استمر هنشوف 3 سيناريوهات: انقسام رسمي، السودان تنقسم شرق وغرب وتنهار الدولة المركزية تماما. اما السيناريو التاني، دارفور تبقى دولة امر واقع تمول نفسها وتهرب الذهب والسلاح. اما السيناريو التالت وهو الاخطر، يتحول الاقليم لساحة تصفية حسابات بين قوى اقليمية. وكل السيناريوهات دي ما بتقفش عند حدود السودان. مصر نفسها هتتأثر. الحدود الجانبية ممكن تبقى ممر لتهريب السلاح والمقاتلين، والموارد المائية هتبقى في خطر. اللي بيحصل في السودان مش مجرد حرب اهلية، ده فصل جديد من قصة بلد بتتفكك قدام العالم. والعالم ساكت، يمكن لانه اتعود او يمكن لانه مستفيد. لكن وسط كل الخراب لسه في ناس بتحلم، لسه في ام بتدعي، وشاب بيحاول يعيش،
وطفل بيضحك رغم كل شيء. وفي الاخر ما نملكش غير اننا ندعي لاخواتنا في السودان، ندعي ان ربنا يحفظهم ويحقن دمهم ويرجع بلدهم تاني زي ما كانت، بلد العزة والكرامة والطيبة. كان معاكم احمد فاروق، ودي كانت معلومة تحير.